بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء يرقد الطفل عمران ذو ال4 سنوات والذي كان ضحية اختطاف واغتصاب. حالته الصحية مستقرة بعد حالة غيبوبة. الطفل الضحية كان قد اختفى مساء الثلاثاء الماضي وقد عثر عليه داخل حفرة في منطقة ليساسفا محاطا بركام من الأحجار. واحد السيد الله يجازيه بخير قال لي: واش انتي الام ديال الدري اللي كيقلبوا عليه من البارح اللي مشى؟ قلت لي قال لي: الولد ديالك شنو لابس من الفوق؟ تريكو خضر. قلت لي: ولدي. قال لي: يلاه نديك، راه لقاه مدفون. ديك ديال يلاه اكد لي بلي ولدي كاين، يلاه نديك راه لقينا مدفون. قلت له: شنو؟ قال لي: ولدي الولد ديالك لقيناه مدفون. قلت له: الله يجازيك بخير، ديني انا رجلي اللي غيمشيو ما كاينينش، الدموع نشفه. نزلت ما شاطش على راسي، بقيت راسي كنجري اونفاس معايا. بان لي الولد ديالي هزوه رجال الوقايه المدنيه، هزوه في هذاك البياز ديالو. في الاول كان الضغط ديالو هابط، ما كانش فايق، كان بارد ايبوتيرم. دونك درنا الاسعافات الاوليه والحمد لله استجب لهذه الاسعافات الاوليه. فاش درنا التحاليل والسكانير لقينا عنده شق على مستوى الدماغ، وعنده العضلات اللي كانوا مدغدغين بزاف، ستادير كونتيزون ميسكولير. اكتويلمون دابا الطفل الحمد لله يفيق، طونسيون مزيان، مي عنده واحد لاغابدوميوليز اللي اثرت ليه على الكلوي، ادت به الى فشل كلوي حاد. وعند انتقالنا لمنطقة أمن الحي الحسني تأكد لنا اعتقال المشتبه به بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، وذلك بعد تحريات ميدانية وجهود مكثفة. التحريات اللي قمنا بها الميدانية مكنتنا من إيقاف قاصر اللي كيتجاوز عمر ديالو 16 سنة ظرف 48 ساعة. هذا الأخير هذا من خلال التحريات اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا. الحادثة أثارت استنكار ساكنة ليساسفا التي عبرت عن شجبها لمثل هذه الجرائم البشعة التي تستهدف طفولتنا.